مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفي بالاستديو الدكتور روان حسن تمو، أخصائي بأمراض الغدد الصم والسكري. أنتو ونحن رح نرحب بضيفنا لحتى نبدأ حلقتنا، وموضوعنا هو موضوع مهم كتير. بتمنى الكل يتابع ويشارك لحتى أصدقائكم وزملائكم على الصفحات واللي عم يسمعونا يستفيدوا. يسعد مساك دكتور روان، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك مستمعينا. أي حدا حابب ينضم للبرنامج أو أي حدا عنده سؤال فينه يطرح سؤال عبر الاتصال عبر الرقم الأرضي 429-101. فيكم عبر الواتساب أيضا تنضموا لنا. طبعا اختصاص الدكتور روان اختصاصي بأمراض الغدد الصم والسكري، ماجستير بالأمراض. طبعا فيكم عبر البث المباشر أيضا مشاهدينا بوير عربي وصفحة الإذاعة راديو بوير، فيكم تشاهدونا وتشاركوا رابط البرنامج لحتى الأصدقاء يكونوا يستفيدوا من هالحوار المهم. بعيد بذكر يعني انه موضوع جديد ومهم جدا لفئة معينة من المرضى، هن المرضى السكري. اليوم رح يكون موضوعنا عن موضوع مضخات الأنسولين. يا ترى شو هي؟ كتير من الأسئلة رح نطرحها على الضيف دكتور روان. بشكر زملائي مروان وشيرين على البث المباشر والكنترول. لنبدأ حلقتنا دكتور، مدخل لموضوع حلقتنا مرضى السكري. دكتور، ايمت المريض يسمى مريض سكري؟ شو هي الأرقام اللي يعني بتحدد أنه هالمريض هذا صار مريض سكري؟ مساء الخير، الله يعطيك العافية. مثل ما بتعرف المرض السكري هو اضطراب استقلابي بيصير في عنا ارتفاع تدريجي بأرقام السكر، إما بسبب مقاومة على الأنسولين مع نقص بإفراز الأنسولين، أو بسبب نقص متكرر وانعدام الأنسولين بالجسم. طبعا ارتفاع أرقام السكر ببلش من حد لحتى يوصل، يعني نحن بنسمي المريض مريض سكري إذا كان عندي السكر الصباحي على الريق أكثر أو يساوي 126 ملغ على الديسيلتر. كل سكر طبيعي يعني سكر أقل من 100 ملغ على الديسيلتر. كل أرقام سكر بين 100 وال125 ملغ على الديسيلتر هذا اسمه impaired fasting glucose، يعني اضطراب سكر صيامي. إذا كل سكر صباحي على الريق أكثر أو يساوي 126 ملغ على الديسيلتر هو داء سكري. وكل رقم سكر بعد اختبار تحمل السكر اللي هو الأورال جلوكوز توليرانس تيست، كل رقم سكر بعد اختبار تحمل السكر أكثر من 200 أكثر أو يساوي 200 ملغ على الديسيلتر كمان هذا اسمه سكري. يعني سكري على الريق أكثر أو يساوي 126، أو سكر بعد الطعام أو بعد حصة الجلوكوز هي 75 جرام جلوكوز اللي يكون أكثر أو يساوي 200، هذا صار اسمه داء سكري. تمام دكتور، لنفوت بموضوعنا. ودائما عالم الطب يعني التطورات على قدم وساق، شهر بشهر بنشوف في تحديثات وإجراءات ويعني بحوث ويعني أجهزة جديدة. فرح يكون موضوعنا اليوم رح نسلط الضوء بشكل كبير على موضوع مضخة الأنسولين. رح يحكي لنا الدكتور أنه يا ترى شو هي المضخة هاي. وبداية قبل ما نفوت، أنه الدكتور حصل على شهادة خبرة في تركيب مضخات الأنسولين. يا ترى شو هالمدة هاي كانت، والجهة اللي منحتكم هالشهادة بشكل موسع؟ يا ريت تحكوا لنا اياها دكتور. مضخة الأنسولين أول شيء هي من أحدث التقنيات الطبية في العالم، أحدث ما توصل إليه الطب عالميا بعلاج مرضى السكري. لمرضى السكري اللي عم يتعالجوا بإبر الأنسولين. مثل ما بتعرف مريض السكري إما بيكون تايب 1 اللي هن الأطفال المصابين بالسكري اللي بياخدوا فورا إبر أنسولين، أو بيكون تايب 2 اللي هن المرضى اللي ياخدوا حبوب خافضة للسكر، واللي هدول إذا ما استفادوا بياخدوا إبر أنسولين. أحدث ما توصل إليه الطب بعلاج الداء السكري للمرضى السكريين المعالجين بإبر الأنسولين هو مضخات الأنسولين. مضخات الأنسولين هي كتقنية ما جديدة. يعني كان في مضخات أنسولين أول شيء هي عبارة عن شنتاية كبيرة بتنحط على الظهر. نعم. يعني في صور مثل كأنه رائد فضاء حاطط شنتاية كبيرة وحاطة على الظهر مع أسلاك تنحط تحت الجلد بتفرز أنسولين. بعدين اتطورت صارت عبارة عن مضخة أقل حجما، حجمها أصغر،
كمان بتنزرع على سطح الجلد، وفي مع أسلاك بتنوصل لجهاز تاني هو جهاز كنترول. نعم. هاي كمان بعدين صار في عندك شيء أحدث مهم. اللي هو مضخة الأنسولين اللاسلكية. يعني مضخة هي عبارة عن جهاز صغير، حلو. جهاز صغير لتسريب الأنسولين، بالإضافة لخزان بينحط فيه الأنسولين، مهم. بينزرع على سطح الجلد، مهم. بيفرز أنسولين. وفي عندك الجهاز تاني اسمه البي دي اي. هذا الجهاز طبعا مفصول مثل الموبايل. الدكتور، الجهاز الموجود طبعا حابين لو حتى المشاهدين أيضا يستفيدوا ويشوفوا الجهاز هذا هو جهاز المضخة تماما. هذا الجهاز بنوصل معه خزان صغير للأنسولين، بنوصل مع الجهاز، بعدين بيتركب إما على سطح البطن أيوة. يمين ويسار السرة، أو ممكن على القسم الخلفي من اليد كمان، أو حتى ممكن القسم الخارجي من اليد، أو حتى بالقدم. بس أنا حاولت إني من أول ما بلشت الحديث عن هذا الموضوع حاولت أركز أنه هو لا بينزرع بينحط على سطح البطن، لأنه هي المنطقة الأقل تعرض للكدمات. يعني مثلا نعم. أقل تعرض للاحتكاك، مثلا أنه شخص يخبط بشخص تاني بيكون محطوط على إيده ممكن توقع أو تنكسر أو شيء من هذا. وفي معه جهاز تاني، هذا الجهاز بس الثاني المباشر كمان نشوفه. جهاز تاني هذا شبيه الموبايل دكتور يعني. تمام مثل الموبايل. هذا البي دي اي. البي دي اي هذا مسؤول عن التحكم، بيتحكم بإفراز الأنسولين. نعم. طبعا في على مستوى العالم حاليا حديثا في عدد قليل من الشركات المنتجة لمضخات الأنسولين. أيوة. الشركة الأم هي الشركة الأمريكية، جهازها مكلف جدا، حتى ما موجود غير بأمريكا وبعدد قليل من الدول. هاي الشركة المايكروتيك ميديكال هي شركة عالمية مركزة بالصين، هي فرع من فروع الشركة الأمريكية. حتى الشركة أنا راح أقول أنها اللي عم تحكي أنه بعد سنتين من هالسنتين راح يكون أجهزتها كلها مكتوب عليها made in USA مو made in China. تماما. هيك حكوا لنا الشركة، حكوا لنا هاي الشركة من سنتين حاولت أنه تختار مجموعة من الأطباء بتنزلون على الصين أو حتى على أساس التدريب يكون بأوروبا. اختارت مجموعة من الأطباء، تواصلوا معي عن طريق وكيل، هن عندهم وكيل موجود بسوريا هو شركة أوبري حبوش. طبعا مشكورين شركة أوبري حبوش. للي ما بيعرفها هي شركة بتجيب، أخذت وكالة مضخات أنسولين، بتجيب إبر هرمون نمو، بتجيب أدوية سرطانية. يعني من الشركات المتميزة جدا، يعني عم تحاول تدخل على البلد كل شيء مميز. تماما. المهم هاي الشركة تواصلوا معي أنه نحن في مجموعة من الأطباء اخترناهم لندربهم على ليكتسبوا شهادات خبرة بموضوع زرع مضخات الأنسولين، ونحن رح نجيب وكالات شركة مايكروتيك ميديكال. للأسف الموضوع تأجل بشكل متكرر بسبب كورونا. يعني الموضوع بدأ الحديث عنه بالشهر الثاني بشباط 2020، العام تأجل للشهر السادس، تأجل للشهر 12، تأجل ل 2021، تأجل لوصلنا للشهر السابع 2021. تواصلوا معي خبرون أنه رح يجوا خبراء يدربونا بدمشق. نعم. قلنا أوكي ما في أي مشكلة. نزلنا على دمشق 4 مرات، كان في تدريب مكثف بكل مرة حوالي 4 أيام تدريب مكثف لحتى حصلنا نحصل على الشهادة. طبعا هي شهادة أنا كتير بعتز وبفتخر فيها، لأنه نص دول العالم لغاية اليوم ما بتملك مضخات أنسولين. يعني مثل ما حكينا مضخة الأنسولين هو شيء جديد، تقنية حديثة، تقنية بتثبت لك أنه أنت موصل لمراحل متطورة من العلم. لحد الآن طبعا الجامعة الأمريكية ببيروت نزلت مضخات الأنسولين الأمريكية على بيروت، صار لهم شيء يمكن بعتقد شيء بحدود 7-8 سنوات. حتى دول الخليج مضخات الأنسولين
موجود بعدد من الدول، صار لهم كذا سنة فقط، يعني صار لهم 4-5 سنوات فقط. هي موجودة بشكل عام لمرضى السكري، يعني هن إيه، مع أنه هن الأكثر عرضة، يعني موجودين فقط تقريبا بأوروبا، بأمريكا. هلا حديثا الحمد لله وصلت لعنا على البلد. رغم طبعا يعني أول مضخة فاتت على سوريا هي ب1/11/2021. حلو. وقتها كنا طبعا كان في مضخات تدريبية، بس قصدي كبضاعة، يعني كمضخة ممكن تنحط لمريض، فاتت ب1/11. بس بلشنا نحن تدريب، يعني نحن تشرفنا بشوفة هالجهاز بالشهر التاسع، يعني من بداية الشهر التاسع بلشنا ندرب عليه لشهر 12. دكتور حكيتوا لنا من شوي انه طريقة عمل هالمضخة هاي، لكن المضخة هاي وين بتنزرع؟ يعني تحت الجلد مثل بطاريات القلب، اذا يعني مشان تكون الفكرة شوي لانه في جزء كبير عم يسمعنا سمع يعني إيه. لو توضحوا لنا كمان الموضوع. المضخة أول شيء مثل ما حكينا أنه هي جهاز صغير بينوصل مع خزان أنسولين. في عندك الشريحة يعني لصاقة بتنحط على سطح البطن بتتلزق. بعدين في عندك مثل مكبس صغير بتتركب على هاي اللصاقة. بيتم عن طريقة، يعني هي كبسة صغيرة بيتم عن طريقة حقن الإبرة تحت الجلد. يعني ما في أي عمل جراحي. أنا انسألت بمقابلات سابقة أنه موضوع عمل جراحي، ما في لا عمل جراحي ولا شيء. بهاي المكبس الصغير بتنزرع الإبرة تحت الجلد، بعدين بتسحب الإبرة، بتضل القنية موجودة تحت الجلد مثل القسطرة الوريدية تماما. بتنحقن تحت الجلد، بعدين بتسحب الإبرة، بتضل القنية تحت الجلد. بعدين بتيجي بتركب المضخة على هاي اللصاقة، وبتضل اللصاقة موجودة. بتعطيها أوامر عن طريق جهاز الPDA اللي هو هذا الجهاز اللي مثل الموبايل. بتعطيها أوامر ببلش تشتغل 24 ساعة. واللي لاحظه دكتور لغة الجهاز عربية، يعني حتى معربة طبعا في البيت. فيها مصطلحات متعبة جدا يعني رح نشوف تفاصيل أخرى أكيد. يعني حديثنا مطول أكيد، بس حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا هلا حاليا، أنتم عم تسمعوا إذاعة بوير FM، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستوديو الدكتور روان حسن تمو، ماجستير بأمراض الغدد الصم والسكري، أيضا حاصل على شهادة تركيب مضخات الأنسولين اللي الماركة أو الاسم ربما ما مايكروتيك ميديكال. هي مضخة اسمها إيكوال. فموضوعنا هو عن مرضى اللي عم ياخدوا أنسولين. أي حدا حابب يسأل أو ينضم لنا 429-101 هو رقمنا الأرضي، 093-82-80-81-4 رقم الواتساب. بأي رسالة فيكم تنضموا لنا. أي سؤال خطر على بالكم مشاهدينا اللي برات البلد أيضا فيكم تنضموا لنا. بوير عربي أو راديو بوير، صفحتين الإذاعة فيكم تنضموا لنا. دكتور، ليش الأطباء أو أنتم كأطباء ليش بتفضلوا تركيب مضخة الأنسولين وبشو بتساعد هالحركة هاي؟ كتير من الناس بتفكر أنه تركيب مضخة الأنسولين يعني خلص بس مشان أتخلص من الإبر. هل هو أنك تخلص طفل عم ينحقن 4 مرات يوميا بإبر الأنسولين، أو عم ينحقن مرتين حقنة صباحية، فوبيا لا توصف يعني. بس هو الموضوع أبدا ما هيك. يعني نحن في عندك أطفال بتحقن حالة. يعني سابقا إذا بتتذكر كان في معسكرات تدريب لمرضى السكري كيف يحقنوا حالهم. موضوع أبدا ما هيك، ما فقط للتخلص من إبر الأنسولين. مضخة الأنسولين هي عبارة عن شغلتين: بنكرياس اصطناعي، عبارة عن طبيب موجود جوات هذا الجهاز. حلو كتير. يعني أنت كشخص طبيعي في عندك إفراز بنكرياس على مدار 24 ساعة. نعم. سواء أكلت أو لا، إلا إذا صار في عندك دنف شديد، يعني صار في عندك سوء تغذية شديد، ممكن هذا الإفراز ينزل للحد الأدنى. الإفراز الأنسولين ما بيتوقف، ولكن بيكون في إفراز لهرمونات تانية بتساعد على رفع السكر، بتساعد على زيادة إنتاج السكر. إذن في عندك إفراز أنسولين قاعدي مفرز على مدار 24 ساعة. كل وجبة بتاكلها في عندك نبضة أنسولين تنفرز لحتى تنزل السكر موجود بالأكل. صح ولا لا؟ يعني إذا أنا وياك، بعتقد نحن بنحب الأكل، يعني أنا وياك في سوابق لهالموضوع. يعني إذا أكلنا 10 وجبات في عندك 10 إفرازات أنسولين تنفرز لحتى تنزل السكر موجود بالوجبة. طيب هذا الجهاز هو هيك تماما.
هذا الجهاز بيضله شغال 24 ساعة. نحن على شو تدربنا؟ مراقب للوضع، تمام. مراقب هذا الجهاز بيفرز أنسولين 24 ساعة. هاي ميزته. يعني أنت لما بتركب مضخة أنسولين بيكون في عندك إفراز أنسولين قاعدي، وهذا الشيء اللي تدربنا عليه. حلو. يعني أنت نحن كيف لأي درجة تعذبنا لحتى تدربنا عليه، وسبب الصعوبة اللي دربنا عليها أنه أنت كيف بدك تعير الأنسولين القاعدي. هذا يعني في عندك إفراز مستمر 24 ساعة سواء هذا المريض أكل أو لا. مصطلح القاعدي لنبسطه للمشاهد. أنسولين القاعدي يعني هذا الأنسولين المفرز على مدار 24 ساعة سواء أكلت أو ما أكلت. بيقوم نحن بعمل نحن بمعادلات معينة علمونا إياها، دربونا عليها بمعادلات معينة بتعير لكل مريض نسبة أنسولين قاعدي. هذا الأنسولين بينفرز 24 ساعة سواء هذا الطفل أكل أو لا. بعدين بيجي دور هذا الجهاز البي دي اي. أيوة. بيجي دور هون بالبي دي اي في عندك زر اسمه زر الضخ. نعم. بهذا الزر، هذا الأنسولين القاعدي عفوا، زر الضخ، بهذا الزر هون أنت هذا الطفل في عنده وجبة إفطار. أيوة. بتحدد له أنا بدي ضخ أنسولين، كم وحدة بدك تضخ. هذا بكون أنا كمان معير له إياها، أنه بس بده يأكل وجبة أساسية. أيوة. خلينا نضخ مثلا 2. تمام. بس بده يأكل سناك أو وجبة صغيرة. أيوة. ضخ مثلا نص وحدة على سبيل المثال. غير الأنسولين المفرز 24 ساعة، هون الجهاز بيعطيه دفقة أنسولين إضافية. نعم. عرفت وين الفكرة؟ تمام. هون أنت صرت مثل مين؟ صرت مثل إنسان طبيعي. تماما. يعني هاي ميزة الجهاز. ميزة الجهاز مو بس مشان التخلص من الإبر. بيجيك مريض بيقول لك لا أنا ماني مزعوج من الإبر. تماما. هو موضوع مو موضوع انك مزعوج او لا، موضوع انه مضخة الانسولين هي شبيهة بالبنكرياس الطبيعي. تماما. في افراز انسولين 24 ساعة سواء اكلت او لا. هذا الجهاز راح يعطيك افراز انسولين 24 ساعة بنسبة قاعدية بكون انا محددة بناء على وضع المريض وبناء على ارقام السكر عند هذا المريض. وبكل وجبة راح ياكلها بكون انا معير له ايش قد بده ياخذ انسولين. هو زر صغير بيكبسه، هذا الجهاز بيعطيه ضخ إضافي للأنسولين تحت الجلد. ليش أنا قلت أنه هو عبارة عن طبيب موجود جوات هذا الجهاز؟ أنا عيرت للمريض مثلا يعني أنه يضخ قبل كل وجبة غير الأنسولين اللي مفرز 24 ساعة. خلينا نقول أنا عيرت للمريض أنه يضخ 5 وحدات أنسولين لما بده يأكل. افترض أنه هذا المريض الوجبة النظامية. تمام أخذ 5 وحدات أنسولين. بعد نص ساعة صار عنده فضول وحب يقيس سكره. قاس السكر طلع عالي. قام قرر أنه يأخذ جرعة إضافية منه لحاله من دون ما يستشيرني. كتب أنه أنا بدي أخذ 5 جرعات إضافية. أول شغلة بينبهك الجهاز أنه أنت من نص ساعة أخذت جرعة ضخ 5 وحدات. الله. أنت متأكد بدك تأخذ 5 وحدات تانية؟ طيب قلت له إيه، لأنه أنا عندي رقم سكر 350. طبعا الجهاز فيه جهاز مراقبة سكر كمان. أيوة. يعني أنت هذا كان شق سؤال اللي راح أسأله. إيه في جهاز مراقبة السكر. يعني أنت فيك تنحط الشرائح ضمن جهاز البي دي اي، تنحط هون. أيوة. ضمن جهاز البي دي اي كمان بيراقب لك السكر مثل جهاز مراقبة السكر. تمام. فيه له شرائح خاصة. قلت له إيه أنا بدي أخذ جرعة إضافية من رقم السكر 350. إذا الجهاز ما عجبه الجرعة الإضافية أنه أنت بدك تأخذ 5 وحدات تانية وأنت أساسا أخذ 5 وحدات، بيقول لك أنا أقترح جرعة تصحيح 3 وحدات مثلا، أو أنا أقترح جرعة تصحيح 10 وحدات مو 5 وحدات حسب. نعم. تسأله ليش؟ بيعطيك بالتفصيل ليش. هذا الشيء اللي راح يعطيك إياه بالتفصيل هذا اللي نحن متدربين عليه. يعني أنا بعرف ليش، المريض بجوز ما بيعرف ليش، هو بيقول لك ليش. لأنه نحن في عنا شيء اسمه الاي سي ار، في عنا شيء اسمه الاي اس اف. بيقول لك انه هون حساسية الانسولين هيك، هون عامل الانسولين مقابل الكربوهيدرات هيك. أيوة. هون فعالية الانسولين هيك. يعني بيشرح لك بالتفصيل. صح هذا التفصيل ما مهم للمريض، ولكن هون جهاز اقترح عليك. اذا الجهاز هون لعب دور طبيب طبعا. طيب هذا الجهاز كان محطوط بين ايدين المريض. حط انه انا بدي 5 وحدات انسولين، اخذ 5 وحدات انسولين. بعد شوي ترك الجهاز بالبيت ونسي حاله وطلع مشوار. ايوه. اول شيء بس طلع مشوار انقطع الاتصال بينه وبين جهاز البي دي اي. المضخة نفسها في عليها زر بكون انا معيره انه انت كل كبسة كل ضغطة لهذا الزر بكون انا معير انه كل ضغطة لهذا الزر هي وحدة.
انا بدي اكل ونسيت الجهاز وحدة بالبيت، انسولين لحتى وحدة انسولين او نص وحدة او ربع وحدة، بكون انا معيرة، تماما. انا بدي اكل والجهاز مانو معي. مهم. طيب انا هون بضغط ضغط 5 ضغطات، مهم. الجهاز ضخ بيعطيني 5 ألحان، 5 يعني نغمات او 5 تون. نغمات. أنا وأنت ضغطته 5 مرات. مهم. لما سمعت ال5 نغمات معناته أنا فعلا ضغطته 5 مرات، بتقول له أوكي، مهم. بيعطيك 5 وحدات. إذا ما ضغطت خلال 10 ثواني عملت له أوكي ما بيعطيك شيء. تمام. إذا أنت هون حتى لو انقطعت من جهاز البي دي حلو اي كتير، هاي ميزة هذا أخرى أيضا موجودة بالمضخة. طيب شغلة تانية، مهم. أنا أخذت 5 وحدات أنسولين وبعدين حطيت البي دي اي على الطاولة، مهم. اجى طفل صغير بيعرف، يعني بتعرف الاطفال أكيد اصلا بيعرفوا كلهم- يفتحوا الاجهزه اكثر منا أكيد. كلياتنا. فتح الجهاز وحط على جرعه الضخ وضخ 5 وحدات، عطى أمر بالضخ. اعطى امر بالضخ 5 وحدات. مثل ما قلنا هو بينبه انه في عندك 3 خطوات قبل ما ينفذ الامر. تأكيدية هاي. بينبه انه انت اخذت 5 وحدات، يا ترى فعلا بدك تاخذ؟ تقول له اوكي، قل لي يعني باشر انا بالضخ. يعني الجهاز بيعطيك اكثر من فرصه حلو. لحتى انت، طبعا غير انه فيها كلمه سر، اذا حبيت تقفل الجهاز بكل سهوله بينقفل. حقيقة يعني كنا بنجهل كتير عن الجهاز، فكرناه انه هيك جهاز ربما للاسف كشريحة. كلياتنا للاسف كلياتنا، يعني انا عاطي عدد ضخم من المحاضرات والمقابلات كنت احكي انه في شيء اسمه مضخة الانسولين، ولكن بحياتي يعني ما تجرأت فوت بهذا الموضوع لانه اساسا ما موجود بالبلد. يعني تماماً. كيف بدي انا احكي عن موضوع نحن ما شايفينه غير بالكتب او المراجع العالمية. تماما. بس الحمد لله يعني وصل على البلد. هاي شغله كتير كتير ممتازه وكتير عظيمه. وانا هون راح اوقف انه موضوع انه وصل هالجهاز هذا هو متوفر عندنا بالبلد بسوريا او بالمنطقة هون عندنا؟ متوفر. ركبت اول مضخه لاول طفل بسوريا بيتركب له مضخه انسولين من شركه مايكروتيك ميديكال. حلو. اول وبمناسبه الطفل عملوا معه اكثر من مقابله. نعم حلو كتير. اول طفل طبعا الاهل مشكورين كتير، متعاونين كتير وفهمانين كتير، قال ما عندنا مشكله. يعني حتى لو انحكى طفل من الحسكه اسمه ميران حسين، طفل مصاب بالسكري من 4 أشهر، عنده معاناة كبيرة بارتفاع شديد بأرقام السكر، بيجيني بشكل متكرر دخول المشفى بشكل متكرر، أو نوب نقص سكر بالليل. ليش؟ لأنه أنت مثل ما بتعرف موضوع إعطاء إبر الأنسولين، أنت عطيت إبرة لهذا الطفل الصبح وعطيته إبرة المساء. صح أنت عطيته بشكل علمي بشكل واضح ودقيق بناء على أرقام السكر، عطيته جرعات أنسولين مناسبة لعمره ولوزنه ومناسبة لرقم السكر. حلو. ولكن هاي الجرعة انعطت الصبح بغض النظر. أنت نبهت الأهل أنه لازم تكون قبل الإفطار بربع ساعة وقبل العشاء بربع ساعة. أنت نبهت أنه لازم يكون في عندي فطور غدا عشاء و3 وجبات صغيرة بيناتهم. ولكن للأسف الإبرة عم تنعطى سواء هذا الطفل أكل ولا ما أكل، كان مريض، كان عنده إسهالات، كان عنده التهابات، خلص الجرعة انعطت. إذا ما أكل صار عنده نوب نقص سكر. إذا كان عنده حالة إنتانية معينة أو عنده عيد ميلاد أو عنده طلعة أو عنده مشوار، بتلاقي هاي الجرعة ما فادت. هذا الطفل كان عم يعاني كتير، صار له تماما 27 يوم أنا مركب له المضخة. ركبت له المضخة بتاريخ 20/12/2021. أنا كتير تكتمت على الموضوع لحتى نشوف نحن شو بيكون وضع هذا الطفل طبعاً. تماما. حتى لو كانت شركة عالمية، حتى لو كانت مضخة عالمية، ما بدك تشوف أنت لأول مرة عم تجرب هذا الجهاز. الطفل ما تجاوزت أرقام سكره 140، مرتاح لأبعد الحدود، ما عندي نوب نقص سكر إطلاقا. أقل نوبة نقص سكر عند هذا الطفل هو سكر 68، أعلى رقم سكر بأحد المرات وصل 188. أموره ممتازة مستقرة. الطفل اجى لعندي امبارح مراجعة، من أحسن ما يكون وضعه، كتير مبسوط كتير مرتاح. يعني أنا بتمنى أنه نحسن نحن نأمن أجهزة، أو حتى للناس اللي ما بتحسن تتحمل تكلفة الجهاز، أنه يكون في عنا منظمات، يكون في عنا شركات تحسن تشتري جهاز لهذا الطفل ويتركب لهذا الطفل. لأنه كتير شجعني تجربتي. أنا يعني كتير كنت خايف أنه يا ترى شغلة جديدة
ان انت بتعرف شو معنات انك توقف ابر الانسولين للطفل؟ يعني انت ما بتخيل لاي درجه الموضوع مخيف. طبعا. صار له تماما اليوم 17 شهر 27 يوم مهم. هذا الطفل ما اخذت ولا ابره انسولين. مهم. عم ينشك كل 4 ايام مره لما بيغير الوساقه تبعه. مهم. هي باعتقادي رح تسالني عن هذا الموضوع. اكيد يعني. مرتاح كتير، عايش حياته بشكل طبيعي. حقيقة معلومات يعني يعني كيف بدي أقول إن هي بشرى يعني لمرضى السكري أيضا. دكتور، يعني شرحك لآخر نقطة اللي هو يعني أكيد هلا من المستمعين اللي بيشغل بالهم دائما موضوع السعر، هاي أكيد رح نلجأ للشركة، وللي حابب يسأل أكيد رح يراجعوا الشركة، أو ما بعرف إذا مشان موضوع السعر هالجهاز هذا. هلا في اعلانات طرقيه رح تنزل بعنوان الشركه. انا بحمل شهاده تركيب مضخات الانسولين، ولكن نعم. المريض بده يتواصل مع الشركه ويعني يشتري جهاز عن طريق الشركه. نعم. انا الجهاز ما نو رخيص، يعني انا ما فيني اقول انه هذا جهاز ممتاز جدا، بس ما نو رخيص صراحه. يعني بده يشتري جهاز، غير هيك بده مستهلكات شهريه. يعني كل شهر بتعرف نحن حكينا انه هو خزان انسولين بينركب على المضخه. أكيد. هذا الخزان بده يتبدل كل 4 ايام. في عندك الوساقه بدها تتبدل كل 4 ايام. هاي الابره اللي انت عم تشكها للطفل مشان تفوت القنيه تحت الجلد بدها تتبدل. يعني في عندك ابره جديده كل 4 ايام. هاي المريض بده يعني في عندي مستهلكات شهريه المريض بده يشتريها. أرقام كبيرة. أنا ما عم قول أنه هو موضوع بسيط أو ما أنه مكلف. للأسف مكلف، ولكن أنه للجهات اللي بتحسن تساعد الأطفال. هلا في طفل أنا اليوم كتبت له تقرير لمنظمة، طفل عمره 2 و9 شهور عنده داء سكري من حوالي 6 شهور. طفل مانو متعاون اطلاقا، عصبي جدا، عنده رهاب من ابره الانسولين. بيجيني بارقام سكر يا اما 400، اليوم كان سكره 456، مؤسف يعني. يا اما بيجيني بنوبه نقص سكر وسكره 40. ما عم بحسن انا. هذا الطفل بده مضخه انسولين اكيد. حصلنا. كتبت له تقرير لمنظمه انه يحسنوا يجيبوا له مضخه انسولين. بتمنى انه مع الايام الكل يحصل على مضخه الانسولين ان شاء الله. للي ما بيعرف، تركيب مضخة الأنسولين هو عندي مجانا. أنا جبت الشهادة لتنضم مثل ما بيقولوا بكل فخر بين شهاداتي اللي حاصل عليها. مانو أبدا لمواضيع تانية. تركيب المضخة عندي مجانا. يعني مريض بيفوت مثل أي مريض، بيحجز موعد، بيفوت لعندي، بشوف وضع السكر، بعلمه، بدربه، بفهمه كيف يستخدم الجهاز، بيتواصل مع الشركة، بيوصي على جهاز، بيشتري جهاز، بعدين بيجي لعندي لحتى ركب له جهاز. المريض ما بيتكلف المريض عندي أكثر من معاينته اللي بيدفعها مثل أي مريض تاني. تماما. ولكن للأسف طبعا الجهاز فيه له تكلفة يعني. تماما. حقيقة عبر منبر بوير الحديث اللي ذكره والجملة اللي قالها الدكتور هي فعلا من ناشد المنظمات اللي يعني بيهتموا بمواضيع المرضى والأطفال بالأخص، أنه يهتموا بهالموضوع هذا، لأنه هو معاناة يعني أرقام السكر يعني تؤدي لوفاة بعض الأحيان. يعني طبعا. من يعني الوقت صار عنا ضيق كتير، وحابين نكون يعني موضوعنا أكثر ما هو على الموضوع المضخة. والدكتور يعني حكى كتير بشكل موسع عن هالموضوع هذا. دكتور، حكيتوا عن موضوع التركيب. هل الإبرة هاي موضوع تغييرها هي كل 4 أيام؟ كل 4 أيام. الشركة يعني مسؤولة عن اللصاقة لمدة 4 أيام. يعني 4 أيام اللصاقة بتضل مكانها، بيتحمم فيها، بيتحرك فيها، بيعمل اللي بده إياه. هاي اللصاقة بتضل ثابتة أثناء الحمام. يعني أنا طبعا ما في أي مشكلة، كل ما هنالك بس بيعمل إيقاف مؤقت للمضخة، بيشيل المضخة من مكانها فقط لا غير. فقط لا غير. الشريحة اللاصقة بتضل الشريحة اللاصقة، بيتحمم فيها، بيسبح فيها، بيعمل اللي بده إياه. هاي الشريحة ل4 أيام الشركة بتتحمل مسؤوليتها إنه ل4 أيام هاي الشريحة ما بيصير لها شيء، اللصاقة عفوا ما بيصير لها شيء إطلاقا. مفترض أنه خلال بعد 4 أيام بتتغير هي، بيتغير خزان الأنسولين. بتعرف أنت إبرة الحقن بتتغير. هدول بيتغيروا بعد 4 أيام. تماما. دكتور، يا ترى هل أحيانا كجسم أجنبي هذا ما بيسوي إنتانات، ما بيسوي لا إشكالات؟ هو عبارة عن
مثل ما حكينا هلا انت اذا بتفتح قسطره وريديه لمريض، هاي القسطره ممكن تضل لفترات طويله. نعم. هي ابره بتنشك تحت الجلد، يعني بتفوت ضمن النسيج الشحمي. بالمناسبه تقنيه المضخه هاي الشغله الايجابيه فيها كمان، نحن حكينا انه في عندي تسريب مستمر 24 ساعه. نعم. خلال فترات لما انت عم بتحط مثلا، خلينا نقول هذا الطفل ميران، انا حاطط له انسولين قاعدي 5 وحدات على 24 ساعه. 5 وحدات بتتقسم على 24 ساعة، يعني كل ساعة بده ياخد 0.2 وحدة. فتخيل هاي الإفراز لأي درجة بطيء. إذن هذا الأنسولين بيتوزع ضمن النسيج الشحمي نعم. تحت الجلد من دون ما يعمل لي ضخامات بالنسيج الشحمي. أكيد. أنت بتعرف أن واحدة من اختلاطات إعطاء إبر الأنسولين هو يا أما ضمور اللي بيصير بمكان حقن الأنسولين والتليفات، أو بيصير في عندي ضخامة بالنسيج الشحمي، لأنه الأنسولين هو هرمون باني تماما، فبيعمل ضخامات بالنسيج الشحمي. أنا أجاني طفل منظر إيده يعني بتبكي. تصور طفل عمره 8 سنوات في عندي كتلة هيك هون وكأنه عضلة، وكتلة هيك هون كأنه عضلة بنتيجة الحقن المستمر لإبرة الأنسولين. أما هون بالمضخة الإفراز البطيء للأنسولين بيخلي هذا الأنسولين يترسب وبيتمدد تحت الجلد، فبيكون امتصاصه أفضل، ما في تليفات إطلاقا ولا بأي شكل، وما في ضخامات شحمية تحت الجلد. يعني هاي التقنية كمان بتخلص مريض من إحدى اختلاطات استعمال إبر الأنسولين. تماما. كل 4 أيام بيتبدل مكانه مثل ما حكينا. أول مرة زرعتها مثلا على يسار السرة، تاني مرة على يمين السرة، وهيك بتبدل. بتحب تحطها على الإيد ما في مشكلة، بتحب تحطها على الرجل ما في مشكلة، ولكن الأفضل يمين ويسار السرة. أنا باعتقادي الأفضل يعني ما بيكون في احتكاك بهاي المنطقة، خبطت بشخص والله وقعت على الأرض. إيه يعني كاستعمال بيكون أفضل بهذا المكان. دكتور، رح نختم لقائنا وهالموضوع المهم واللقاء الجميل معكم باعتبارنا مقبلين على موجة أخرى لفيروس الكورونا الأوميكرون. يا ترى مدى خطورة هالفيروس هذا على مرضاكم، مرضى غدد الصم والسكري؟ طبعا مريض السكري هو الأكثر عرضة لفيروس كورونا، يعني أكثر مريض معرض أنه ينصاب، وأكثر مريض بينخاف منه إذا انصاب هو مريض السكري. مريض السكري مثل ما بتعرف مناعته بتكون أضعف حتى لو كانت أرقام سكره مضبوطة. غير هيك الموضوع الأهم اللي نحن لازم نحكي فيه، هلا بيجيك مريض يقول لك مريض القصور الكلوي. مريض القصور الكلوي وضعه أصعب من المريض السكري. مريض قصور القلب وضعه أصعب من مريض السكري. ولكن من إحدى سلبيات فيروس كورونا أنه هي في له مستقبلات على خلايا بيتا ببنكرياس، وبالتالي التصاقه بخلايا بيتا بيسبب لي نقص بإفراز الأنسولين بالتايب 2. يعني مريض اللي عم ياخد حبوب تلاقيه كان ما أحلاه وسكره 150 فجأة صار سكره 300. أو مريض التايب 1 اللي عم ياخد إبر أنسولين نتيجة الحالة الالتهابية الشديدة صار في عندي مقاومة على الأنسولين، وبالتالي صار في عندك جرعات زيادة أكتر. فأكيد المريض السكري هو الأكثر عرضة، أكيد المريض السكري هو أكتر واحد بيخوفنا من موضوع الإصابة. دائما بنقول سوائل سخنة، قلة التعرض، قلة الاحتكاك، قدر الإمكان الحفاظ على نوع من التباعد الاجتماعي اللي ما حدا منا عم يلتزم فيه إطلاقا. أنا لغاية اليوم من الشهر الثالث 2020 عم حط كمامة ولحد هاي اللحظة، لأنه اللي ينصاب مرة ومرتين وثلاثة ممكن ينصاب أكتر من مرة. إن شاء الله تكون أخف إن شاء الله. للأسف يعني عم تظهر اختلاطات جديدة. نتمنى الشفاء للكل طبعا، نتمنى أنه مريض السكر يلتزم أكتر. مجرد ما صار عنده أي حالة إنتانية ينتبه لموضوع السكر، لضبط أرقام السكر، يراجع طبيبه. لأنه بصراحة ما بعرف إذا انتبهت الفترة الماضية موجة الكورونا اللي صابت الأطفال. نعم. يعني موجة قوية جدا على شكل قريب قوي ومديد، تليه موجة من السعال الشديد حتى وصلت لمراحل بنحط فيه رذاذ للأطفال. هاي الموجة هي صراحة كانت موجة كورونا عند الأطفال. نعم. يعني وحكت عنه منظمة الصحة العالمية، وحكوا عنه لجان مراقبة كورونا بدمشق، حكوا عنه كتير أنه هاي الموجة الجديدة موجة القريب القوية عند الأطفال، لا هاي موجة كورونا عند الأطفال.
فبتمنى الكل ينتبه، بتمنى الكل يحاول يلتزم ولو بأبسط الأشكال على الأقل. يعني بتمنى الكل يلتزم باللقاح. اللقاح بيساعد كتير على تخفيف نسبة الاستشفاء، نعم. نسبة دخول المشفى، نسبة الوفيات، نسبة دخول المشفى، نسبة الحالات الشديدة الخطيرة أكيد. عم تكون شبه معدومة بعد أخذ اللقاح. أما المرضى اللي ما أخذوا اللقاح هن الأكثر معرضين أنه تكون إصابتهم أشد. بنهاية اللقاء شكرا كثير للدكتور روان حسن تمو، ماجستير بالأمراض الغدد الصم والسكري، على هاللقاء الحلو والمعلومات أهلا القيمة. وسهلا. شكرا لكم أيضا على حسن المتابعة مستمعينا ومتابعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.